في حارة شعبي في إمبابة في أول أيام رمضان، والشوارع كلها متعلقة فيها زينة. في عز الظهر والدنيا صيام، بتوصل للحارة عربية فخمة قوي، بتنزل منها حور اللي كانت رايقة جدا وملامحها هادية، عينيها خضرة وشعرها قصير لكنه ناعم ولونه بني. عندها 23 سنة، كانت لابسة شورت جينز وبلوزة قصيرة، وكان معاها مامتها ست عايدة، وكان باين عليها إنها ست طيبة. وكمان أخوها الصغير مصطفى عنده 12 سنة، وده بقى شقي جدا. حور بتوتر قالت: مامي، هو انت يعني متأكدة ان ده الشارع؟ احنا ما جيناش يعني مكان غلط؟ يا حور ارحميني يا حبيبتي، سألتيني السؤال ده يجي 5 مرات. ايوه يا بنتي، هو ده الشارع. بقت حاسة بخنقة. يعني هو انت يا ماما شايفة ان الموضوع؟ وقبل ما بكمل كلامي بتخض بسبب الراجل اللي في محل العصير، لقيته عمال يرش مية وبتيجي جنبي. لا مؤاخذة يا عروسة، ساعة استفتاح بقى وكده، وكل سنة وانت طيبة. قال لي كده وعمال يضحك ضحكة سامجة. هزيت راسي وسكت، وبقيت بساعد ماما في تنزيل الشنط، وفضلت عمالة ابص حواليا في كل مكان. اما بقى في الحارة، حور كانت ماشية وهي ماسكة في ايد مامتها جامد وبتبص حواليها من بهار. واو، انا اول مرة اشوف المكان ده. هو ده بقى يا ماما يبقى بيتنا؟ يعني بجد احنا هنعيش هنا يا مامي؟ يا ماما انا تعبت بقى وعاوز اشرب، هو المغرب لسه عليه كتير، وبعدين احنا بقالنا كتير قوي ماشيين، هو ليه العربية ما نزلتناش عند البيت احسن؟ علشان الشارع صغير يا حبيبي، مش هيعرف يدخل، وبعدين خلاص قربنا اهو اخر الشارع اهو، بس استحمل بقى يا بطل، يلا بقى وبلاش لماضة. وفجأة بيقف قدامهم فتحي، وده بقى البلطجي بتاع المنطقة. فتحي وفاتح بقه بصدمة. الله الله الله، هو ايه الحلويات دي كلها؟ انا اول مرة اشوف الحلو قبل الاكل. قال انت مين يا بطل؟ خفت جدا منه ورجعت لورا وانا ماسكة في ايد مامتي. مالكش دعوة بينا وامشي بعيد لو سمحت. وعلى فكرة بقى، اللي انت بتعمله ده اسمه قلة ادب، اكيد الننة بتاعتك علمتك كده. ننة؟ لا يا اختي، انا عندي تتاه والنبي عسل. وبعدين بقى انا اللي الادب يا بنت انتي؟ اسم الله على اللي جايه الحاره مش لابسه. ما تبصوا يا منطقه، ما تبصوا وشوفوا القطه جايه ولابسه ايه. استهدى بالله بس يا ابني، ما يصحش كده. وبعدين اعتبرها اختك، ده النهارده اول يوم رمضان، وكل سنه وانت طيب. والشارع كله كان واقف وبيتفرج على اللي بيحصل. وفي ورشه فارس للعربيات، ودي اكبر ورشه في الحته كلها، بليا بصوت عالي بيقول له: يا اسطى فارس، يا اسطى فارس، الحق اللي بيحصل. وفارس بانزعاج بيطلع من تحت العربيه وهو عرقان جدا، كان لابس فانلة قط مبهدله وكلها بقع زيت وشحم، وبنطلون اسود وفيه برضه بقع زيت في كل حته، وكان لونه خمري لكن جسمه رياضي وعنده عضلات، حريف في تصليح العربيات، وعنده 28 سنه. فارس بصوت عالي قال له: ايه يا انت في ايه؟ بتهبب بصوت عالي كده ليه؟ الله، لا يكونوا بيوزعوا لحمه من ابو بلاش وجاي عشان تبلغني. لا يا اسطى، لحمه بس ايه، مستورده حلوه قوي، لسه نازله السوق فابريكا بالورق، والولا فتحي بقى مش راضي يعديها. وفي الوقت ده فارس بيشد الكوريك من تحت العربيه. استعدنا على الشقه بالله، الواحد صايم ومش طايق جتته، اما نشوف اخرتها ايه في اليوم اللي مش عاوز يخلص ده. وفارس بيروح ناحيه الخناقه عند فتحي. فارس هو بيحرك الكوريك بحركات عشوائيه. جرايه يا فتحي، عامل قلق ليه في ام المنطقه؟ هو انت مش عارف يا عين امك ان الدنيا صيام والناس نايمه؟ لا مؤاخذه يا اسطى، بس هو يعني. لكن فارس مسكه من قفاه. ده انت مش ناوي تقفل بقى الحوارات اللي ريحتها فاحت دي؟ خلاص، يبقى تتعلم الادب قدام المنطقه كلها. ها خلاص يا سيد الناس، حقك عليا انا. وبعد كده فتحي بص لحور وقال لها: انا اسف يا ابله، وسابهم ومشي. لكن فارس بصوت عالي وهو بيسقف للناس اللي واقفه في الشارع: يلا بيتك من هنا، يلا كل سنه وانتم طيبين، يلا يا ام فتحي من هنا، روحي حضري الفطار لجوزك بدل ما يشبشبلك على الفطار يا اختي. وبعد ما الناس كلها ما بتبعد، عايده بتقرب ناحيته: الله يبارك لك يا ابني، كتر الف خيرك، وربنا يا رب يكتر من امثالك، والله انا من غيرك مش عارفه كنا هنعمل ايه. وبكل حماس قربت ناحيته وانا بقول له: انت بجد كنت جامد قوي، وشكلك كده كان واو، هو ازاي كان خايف منك قوي كده؟ بصيت لها بغيظ وانا بقول لها: اركني اللي انت عروسه المولد على جنب، حسابك لسه ما جاش. وبصيت لامها وانا بقول لها: تعملي ايه في ايه يا حاجه؟ تربي بنتك اللي انت طلقاها علينا بالمايو كده. وبصيت للبنت تاني وقلت لها: وانت بقى يا حلوه، ايه الهباب اللي انت نازله بيه ده يا بنت؟ ها نعم، وانت مالك اصلا؟ هو انت عشان ساعدتني هتتحشر في حياتي؟ هو انت فاكر نفسك مين ان شاء الله؟ لقيته بيقرب ناحيتي بدرجه وترتني قوي، ولقيته بيقول لي بكل حزم: انا فارس الجن، انا اللي بقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، وكفايه لوكلوك بقى يا بنت انت، يلا على فوق. وببص على ماما، وقبل حتى ما ارد لقيته راح ماسكني من ايدي بكل عصبيه وبيدخلني العماره جامد.
يلا يا اختي، هو انت لسه هتفكري ولا ايه؟ وحور بتطلع العماره غصب عنها، هي وامها واخوها، وفارس بيقول بصوت عالي: وعلى الله على الله شوف اللبس المشلح ده تاني، اللهم اني صايم يا رب. واد يا بليا، انا عاوزك تقف هنا ياض حارس، الدبانه كده لو عدت تقولي انت فاهم ولا لا. ومشيت وانا بضرب كف على كف وبقول باستغراب: بالمايو في الحاره؟ يا نهار مش فايت، اللهم اني صايم. وفي نص الحاره كانت قاعده الست شلبيه اللي بتبيع خضره، وهي تعتبر اذاعه الحاره كلها. شلبيه قامت مع الفرشه بتاعتها وقالت بصوت عالي: بنت جرجيره، انت يا بنت يا جرجيره تعالي. جرجيره بقى تبقى بنت البواب، عندها 15 سنه. ايوه يا خالتي، عايزه ايه؟ امي مش هترحمني لو الاكل اتحرق. اكل ايه يا بت؟ دي شويه ملوخيه ناشفه وقردحي كمان. المهم، هي مين البت المهشتكه اللي كانت هنا والدنيا كانت والعه عليها دهيت؟ والله مش عارفه يا خالتي، انا هتطقص وهقولك على طول. البت جرجيره قالت لي كده وسابتني وجريت. دي شكلها كده من عيله متريشه. اها، طب انا بقى وراكي لحد ما افهم الحكايه. هو انا اي حد برضو؟ ده انا شلبيه. اما بقى في شقه حور كانت بتتكلم بكل عصبيه وغيظ: بقى انا الحيوان ده يعلق على لبسي؟ ليه ان شاء الله؟ مين ده اصلا وبيتدخل ليه؟ انت عارفه يا مامي اللي غيظني ان انا حتى ما لحقتش اتكلم. لكن عايده كانت بتحاول تكتم ضحكتها: طب اهدي بس يا بنتي، وبعدين الواد جدع وشاطر وكمان خايف عليك، بقى دي كلمه شكرا؟ وقربت منها وحطيت ايدي على كتفها: وبعدين يا حور يا حبيبتي، احنا يا ماما في مكان تاني، ده مش بيتنا. لازم تعرفي اللي كان بيحصل هناك مش هينفع يحصل هنا، واديكي شفتي بنفسك الناس عامله ازاي. مامي، انا ما عملتش حاجه، دول ناس غريبه قوي، كاني اول بنت تدخل المكان ده. بصراحه كده الناس دي غريبه بشكل. بوستها وطبطبت عليها: ربنا يهديك يا رب يا بنتي، ويسترها علينا في الايام اللي جايه يا رب. انا هقوم بقى الحق اعمل اي حاجه قبل الفطار. مامي سابتني وقامت وراحت المطبخ، لكن انا فضلت قاعده متغاظه جدا وعماله افكر هعمل ايه. وقمت طلعت الشنطه بتاعتي ورتبت كل حاجتي. اما بقى في الورشه، فارس كان ساند على العربيه وهو في ابتسامه على وشه. ده باين له العيد ده هيبقى ليه طعم تاني خالص. وفجاه سمع صوت بليا وهو واقف وعمال يسقف: ايوه يا اسطى، يا معلم عليهم في المنطقه كلها، دي البت اترعبت منك يا اسطى، الصلاه على النبي كاريزما برضه. مسكته من هدومه وقلت له: ايه كاريزما دي ياض؟ اظبط نفسك ياض بدل ما علقك على باب الورشه، ويلا اتكل بقى عشان ورانا اكل عيش. وراح بليا يكمل شغله، وانا اتنهدت وقلت في سري: لا بس البت عسل برضه. اللهم اني صايم. ونزل تحت العربيه من تاني عشان يكمل شغله. وفي وقت الفطار في بيت فارس دخل وهو شكله متبهدل قوي بيقول: سلام عليكم يا خلق، ايه الاكل جاهز ولا هنقضيها النهارده قرديح؟ وفجاه لقى جوز امه سعيد خارج من الحمام وهو بيبص له بقرف وبيقول له: ايوه طبعا، ما هي تكيت ابوك، تيجي وقت ما تحب وتنزل كمان وقت ما تحب، مش كده برضه يا عم فارس؟ بقيت واقف متغاظ وبضرب كف على كف: استغفر الله العظيم يا رب، جرى ايه يا عم سعيد؟ هو انت حاططني فوق نافوخك ليه؟ وبعدين قلت لك 1000 مرة ما تجيبش سيرة ابويا الله يرحمه على لسانك تاني. لكن سعيد رد عليه وهو قاعد على الترابيزة: تعالى ياض، تعالى خد لك قلمين، اصل الكلام من بعيد كده ما ينفعش، وبعدين انا اقول اللي انا عايزه، انت مش هتعدل على كلامي يا عين امك. وخرجت ام فارس من المطبخ وهي ماسكه في ايديها الطبق وكان اسمها سكينه وبتقول: ما خلاص بقى يا سعيد بالله عليك، سيب الواد يفطر، ده من صباحيه ربنا قاعد في الورشه. لا يا ماما، انا مش عاوز افطر، انا هنزل تحت افطر مع العيال. وخرج على السلم بس لقى اخته جنة بتنده عليه، اللي كانت تقريبا في ثانويه عامه وكانت زي القمر وبتقول له: يا فارس استنى، انا هدخل واجيب لك سندوتشين من ورا جوز امك تاكلهم وانت في الورشه. ابتسمت لها وبصت على راسها: لا يا حبيبتي، انا هاكل ما تقلقيش عليا، ادخل انت بس وافطري. وبالليل بعد التراويح كان الشارع زحمه جدا والناس في كل حته، اللي بيجيب السحور واللي بيشتري حلويات، واطفال كتير بتلعب في كل مكان. في اول الحاره كان في عربيه كبده اسكندراني، ودي اشهر عربيه في الحاره كلها لانها بتاعت قسطه شيكا. شيكا دي بنت جميله بس دايما بتلبس شبه الولاد بالظبط، شعرها طويل لكن على طول لما كحكه وحاطه كاب عليه. عندها 22 سنه. فارس قال بصوت عالي: 5 كبده بسرعه يا شيكا، انا خلاص عصافير بطني بتجعر مش قادر. من عينيا يا اسطى، ومعاهم كمان واحد فلفل بس ايه عالمي يستاهل بقك. وبعد كده بصت على العيال اللي عمالين يلعبوا كوره وبتيجي عندها وقالت بصوت عالي: العب بعيد يلا انت وهو وحيط امك، لو الكوره جت هنا تاني مش هرحمك. وفي نفس الوقت بيدخل شاب واضح كده من لبسه ان هو ظابط،
اسمه حسن ومعاه طفل صغير. هي فين صاحب العربية دي يا ريس يا اللي هنا؟ شيكا بتقرب ناحيته وهي عمالة تبصله من فوق لتحت باستغراب. يا نعم أفندم. ايه ان شاء الله شايف نفسك علينا ليه؟ مثلا هنخاف من البدلة ولا ايه يا باشا؟ احنا ما بناكلش من الكلام ده، مش عشان اشتريت بدلة قبل العيد هتقرفنا بيها، احنا ماشيين في المعدول عدم اللامؤاخذة. قربت منه وانا بقوله ايه يا باشا هو في حاجة ولا ايه؟ البت دي ماشية في التمام والله، هي بس صوتها عالي وهنقدمها عليه والله، ما تتلمي بقى يا شيكا. انا قصدي خير والله يا استا شيكا، انا بس عاوز 2 كبدة عشان اخويا الصغير. عاجبك كده يا ولا؟ اديك جبت لنا الكلام اهو، لكن ماشي يا شيكا مقبولة منك. وساعتها فارس بيبتسم بخبث. الله، طب الجدع قصده خير اهو، انت بس اللي نية مش اللي هي يا شيكا، وبالراحة على الزبون ده مش قدك يا وحش، انا في الورشة يلا سلام. شيكا اتكلمت بصوت واطي وقالت له معلش على الدخل، يعني انا افتكرتك بتعمل نمرة بصراحة، وانا دماغي بعد الفطار بتبقى قافلة بالمفتاح 10. اخدت من الناس سندوتشات وانا بغمز لها. لا ولا يهمك يا قمر انت، سلام يلا يا كيمو. وبياخد اخوه بيمشي. شيكا بتفضل باصه ناحيته باستغراب شويه وهي سرحانه وبتفكر. ووقت الفجر بعد السحور، وده بقى وقت الكوره اللي بتفضل لحد تاني يوم الصبح. شيكا كانت بتلعب كوره وسط العيال الصغيره وكانت اشطر واحده فيهم. شيكا بصوت عالي ولا يا كوتا شوت يالا شوت ياضا اهي. مره واحده شيكا بتجيب جون. ايوه جون، ده انتوا هتتقطعوا النهارده. وبقت واقفه وعماله تسقف بكل حماس. وفي نفس الوقت كانت حور واقفه في البلكونه بتشجع وبتسقف لها. شيكا وهي بتلعب بتخسر هدف. يا عم حرام عليك يا عم، دي كانت بره اصلا، ما تتحسبش ياض احسن لك. ايوه انا شايفاها اهو هي بره الجون، انت بتغش يا حته على فكره. الله، دي القطه متابعه بقى، ايه الحلاوه دي كلها؟ طب ما تيجي. قالت لي كده وهي بتغمز لي وانا ما بقتش فاهمه اي حاجه. نعم، اجي اروح فين بالظبط؟ تلعبي معانا يا حلوه، يعني هتروحي فين يا ست؟ الله بجد انا هنزل حالا. وبتنزل حور وكانت لابسه شورت وتيشيرت نص كم. شيكا اول ما بتشوفها بتنصدم. يا نهار مش فايت، ايه ده؟ ايه اللي مش لابساه ده؟ ايه اشوت؟ خليني اجرب وحياة مامتك. شيكا بقت واقفه وبصلها باستغراب وقالت لها شوتي يا عسليه لما نشوف اخرتها معاكي ايه. وفعلا حور وقفت بكل حماس ومسكت الكرة برجليها وشاطت بمنتهى الغشوميه، لدرجه ان الكرة خبطت في العربيه اللي كانت داخله الحاره، وكانت عربيه الضابط حسن، وكسرت كمان مرايه العربيه. حور حطت ايديها على بقها. يا مامي انا ما اقصدش والله. في الوقت ده شيكا قلعت الكابل على راسها. الله اكبر، ده احنا رحنا في ابو نكله يا خالق. وفي نفس الوقت خرج فارس من الورشه وشاف حور بلبسها ده قدام الناس. فارس هو بيجز على اسنانه. حور ماشي يا حور. وبكده تبقى خلصت الحلقه. تفتكروا ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه؟ استنوني. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده.